عمرك لاحظت إن الفرخة لون لحمتها أبيض، لكن البقرة ولا الخروف لحمتهم لونها أحمر؟ طب ليه البط والوز لحمتهم أغمق من الفراخ رغم إنهم كلهم طيور؟ والأغرب من كده النعامة طائر برضه، لكن لو شفت لحمتها وهي نية ممكن تفتكرها لحمة بقري. يا ترى السر في نوع الأكل ولا في الدم ولا في الحيوان نفسه؟ الحقيقة إن أغلب الناس فاكرة إن اللحمة الحمراء لونها أحمر لأنها مليانة دم، بس المفاجأة إن المعلومة دي غلط. بعد الذبح معظم الدم بيخرج من جسم الحيوان، واللي بيفضل جوه العضلات كمية بسيطة جدا، ومش هي اللي مسؤولة عن اللون. حتى السائل الأحمر اللي ساعات بنشوفه في طبق اللحمة ده مش دم خالص، ده عبارة عن مية ممزوجة ببروتينات طالعة من الأنسجة العضلية. يبقى لو الدم مش هو السبب، إيه اللي بيحدد اللون؟ الإجابة كلها بتدور حوالين بروتين واحد اسمه الميجلوبين، وده يعتبر المخزن الشخصي للأكسجين جوه العضلات. بس قبل ما تفهم النيكلوجين لازم نعرف حاجة أهم. كل عضلة في جسم أي كائن حي بتحتاج أكسجين علشان تشتغل، والأكسجين ده بيوصل عن طريق الدم. بس المشكلة إن الدم مش دايما يقدر يوصل الكمية المطلوبة في اللحظة اللي العضلة بتحتاجها. تخيل مثلا إنك بتجري فجأة، عضلات رجليك محتاجة أكسجين فورا، مش بعد دقيقة ولا دقيقتين. وهنا بيظهر دور الميجلوبين، البروتين ده بيخزن الأكسجين جوه العضلة نفسها، ولما العضلة تحتاجه تستخدمه فورا من غير ما تستنى الدم. وكأنه كل عضلة عندها اسطوانة أكسجين احتياطي خاصة بيها. طيب إيه علاقة ده بلون اللحمة؟ الميوجلوبين بيحتوي على عنصر الحديد، ولما الحديد يمسك الأكسجين بيدي اللون الأحمر المعروف. يعني ببساطة كل ما العضلة تحتوي على ميوجلوبين أكتر بيبقى لونها أغمق، وكل ما الميوجلوبين يقل يبقى اللون فاتح. يعني لون اللحمة بيعكس طبيعة شغل العضلة مش نوع الحيوان، وده بيفسر أول لغز. البقرة مثلا بتقضي معظم يومها واقفة، وبتمشي مسافات طويلة حتى لو مش بتجري، عضلاتها شغالة باستمرار، وعشان كده بتحتاج مخزون أكسجين كبير، فالجسم يزود فيها الميوجلوبين فتبقى اللحمة حمراء. إما الفرخة فالوضع مختلف تماما، هي أصلا نادر جدا ما تطير، وأغلب حركتها عبارة عن خطوات بسيطة أو رفرفة سريعة لمدة ثواني، وعشان كده عضلات صدرها مش محتاجة مخزون أكسجين كبير، فالميوجلوبين فيها قليل ولونها أبيض. طيب ليه البط والوز والحمام لحمهم أغمق من الفراخ؟ هنا بقى المفاجأة، مش كل الطيور لحمها أبيض. البط والوز والحمام بيطيروا لمسافات أطول، وعضلاتهم بتشتغل لفترات مستمرة، فبيحتاجوا أكسجين أكتر، وبالتالي عندهم كمية أكبر من بروتين الميوجلوبين، ولحمهم بيبقى أغمق. والنعام رغم إنه طائر إلا إنه تقريبا مش بيطير خالص، بل بيجري بسرعة رهيبة جدا، وساعات بتوصل سرعته لأكتر من 70 كيلومتر في الساعة، وبيعتمد على رجليه طول الوقت. علشان كده لحم النعام أحمر جدا، وكتير من الناس لو شافوه قبل الطبخ بيفتكروه لحم بقري. وفي عامل تاني مهم جدا وهو السن. أكيد لاحظت إن لحم البتلو لونه أفتح من الكندوز، وده لأن العجل الصغير عضلاته لسه ما اشتغلتش بالشكل الكافي، وبالتالي كمية الميوجلوبين فيها أقل. كل ما الحيوان يكبر ويتحرك أكتر العضلات بتنتج ميوجلوبين أكتر، ولون اللحمة يغمق. وكمان طريقة التربية نفسها بتفرق. البقرة اللي بتقضي يومها ماشية في المرعى غالبا لحمها أغمق من بقرة من نفس السن متربية في مزرعة وحركتها قليلة. ونفس الفكرة في الفراخ. الفراخ البلدي اللي بتتحرك طول اليوم غالبا لحمها أغمق من فراخ المزارع. إما السمك بقى فدي حاجة محيرة جدا. معظم السمك بيتحرك طول حياته ومع ذلك لحمه أبيض. السبب إن المية شايلة وزن جسمه، فمش بيحتاج يبذل نفس المجهود اللي الحيوانات البرية بتبذله وهي واقفة أو ماشية. وكمان أغلب عضلات السمك معمولة للحركات السريعة والقصيرة، مش للمجهود المستمر، فكمية الميوجلوبين فيها قليلة. بس في استثناء مشهور، التونة. التونة بتعتبر من أسرع سباحين المحيط، وبتهاجر آلاف الكيلومترات، وعضلاتها شغالة باستمرار، وعشان كده لحمها أحمر بعكس معظم أنواع السمك. فيا صديقي لون اللحمة مش بيتحدد إذا كان الحيوان طائر ولا ثدي، ولا بيتحدد بكمية الدم. السر كله في سؤال واحد، العضلة دي بتشتغل قد إيه؟ كل ما العضلة احتاجت أكسجين بشكل مستمر زادت كمية الميوجلوبين، وكل ما لونها بقى أغمق كل ما العضلة احتاجت أكسجين بشكل مستمر زادت كمية الميوجلوبين، وكل ما لونها بقى أغمق. وده السبب اللي بيخلي صدر الفرخة أبيض ووركها أغمق. ودي لوحدها حقيقة مدهشة أكتر من أي خرافة. شكرا لو وصلتوا لحد هنا، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب.